سيبنا بقى شويه من السياسه ونتكلم شويه في حاجات تانية. الحقيقه في جمله لافته نظري بقالها فتره كبيره جدا من زمان قوي، لان انا عندي مشكله. انا مشكلتي ان انا لما بسمع الكلام ساعات بتخيله، فدي بتبقى حاجه كويسه. وعلى فكره في ناس كتير اكيد منكم، ناس كتير جدا بتعمل الموضوع ده. لما واحد مثلا ما بيبقاش عنده رغبه في الاكل وما بياكلش كتير، فتلاقي واحد مثلا قدامه يقول له انت عايز تتزغط. حد فكر لما بيقول لحد انت عايز تتزغط او ازغطك، او التصغيط، فعل التصغيط نفسه ده يعني ايه تصغيط؟ يعني انا مش فاهم. انا لما حد بيقول لحد الجمله دي قدامي بتخيل على طول منظر اللي بيتزغط ده بيبقى عامل ازاي. ان هو قاعد واحد مربع او واحده مربعه، وحاطه الشخص التاني دوت تحت رجليها وهي مربعه فوقيه، وماسكه دماغه رافعاها، وبتحط له اكل بالعافيه، وبعد كده بتمشي ايديها على زوره عشان الاكل ينزل من زوره، وتروح مشربه شويه ميه. هو ده التصغير. يحطوا البطه تحت رجليهم ويمسكوا دماغها، يحطوا لها فيها فول مبلول، ويقعدوا يشربوها كل شويه بق ميه، وينزلوا الفول من زورها عشان ينزل معدتها عشان تاكل. البطه لو جعانه هتاكل، مش محتاجه المجهود ده كله عشان نقعد نعرفها احنا خايفين على مصلحتها قد ايه، اذا كنا احنا كده كده بنربيها، وبعد ما بنربيها بنذبحها عشان ناكلها. فلو في حد ناوي بجد يزغط حد، يفكر في الموضوع ده كويس قبل ما يقول، عشان الموضوع بجد هيبقى مؤلم قوي ومتعب قوي. متعب يعني، متعب كم الارهاق اللي في الدنيا كله. فانا بحب اتخيل الكلام. وعلى فكره لو تخيلتوا الكلام دوت، في بعض الكلام اللي احنا بنتخيل ان هو وحش هنلاقيه مش وحش خالص. اقول لكم على كلمه هتكرهوني بسببها. لما واحد يقول لواحد هطلع متين اهلك، محدش فكر في الموضوع ده بجد. تخيل كده واحد طلع متين اهل واحد، كل الميتين اللي في عيلتي هيطلعوا. اه في ناس منهم اكيد مش عايز اشوفهم، بس في ناس وحشتني، ستي نفسي اشوفها، نفسي اشوفها. لو عرف يعمل الموضوع دوت يبقى بجد يشكر. لما حد بيقول لحد كده بعتبرها ان هي جميله لو عرف يعملها، بس مش هيعملها. بس هو اي كلام. فكروا بقى في الحاجات دي كده، هتلاقوا ان طاير رقبتك شكلها حلوه جدا لما رقبتك تكون طايره وليها جناحات. يعني ايه هطير رقبتك؟ طولت انا عليكم النهارده كفايه قوي كده، عشان انا خايف عليكم لحسن دماغكم تتقور ولا حاجه.